ثواني بس يا جماعه اظبط المايك ده، انا بقالي ساعه بظبط فيه. بصوا عمال يعمل كده، مش عارفه فيه ايه. ما علينا. هو الفيديو ده انا بقالي كتير، انا عارفه ان انا بقالي كتير غايبه عنكم، بحاول كتير ان انا اصور، مش عارفه كل ما اجي اصور تحصل حاجه. فربنا يعزل الفيديو ده على خير ويتصور يعني على خير. المهم يتهز ان شاء الله هنصور. بسم الله ويلا بينا نبدا. المهم النهارده اعزائي المشاهدين عايزه اقول لكم ازاي تعرفوا ان انتوا في علاقة صحية. ايه الحاجات اللي تخليني اعرف ان انا في علاقة صحية، سواء بقى العلاقة دي بين ولد وبنت، بين الصحاب وبعضها، بين العيلة، بين اي حد بنتعامل معاه. ازاي اعرف ان انا في healthy relationship ولا انا بقى في علاقة توكسيك وانا مش عارف؟ كلنا طبعا بلا استثناء اتعاملنا مع ناس توكسيك، ناس دمرت ثقتنا في نفسنا، ناس اذتنا نفسيا، سواء بقى الناس دي قريبة مننا بعيدة عننا، كلنا كده بلا استثناء عدى علينا الناس دي. فازاي بقى اعرف ان العلاقة اللي انا فيها دي مش توكسيك؟ ازاي اعرف ان العلاقة اللي انا فيها دي علاقة صحية؟ اول حاجة ان انتي تقدري ان انتي تكوني في العلاقة دي ضعيفة. يعني انا قادرة في العلاقة دي اعيط قدام الشخص اللي قدامي عادي، قادرة ابين ضعفي عادي، لان في ناس بالنسبة لها العياط ده ضعف، فانا قادرة ان انا ابقى ضعيفة قدامه عادي، لاني عارفة ان هو مش هيستغل النقطة دي. انا مأمناله، انا متأكدة ان هو مش هيلوي دراعي بيها، متأكدة ان هو مش هيستغل نقطة ضعفي دي، انا على طبيعتي معاه ومرتاحة. تاني حاجة ان انتي تكوني قادرة تحطي لنفسك حدود في العلاقة دي، قادرة ان انتي تقولي الحاجة دي خط احمر، وان الشخص اللي معاكي يحترم لما تقولي على حاجة ما بتحبيهاش. انتي مثلا ما بتحبيش التصرف ده فبتقولي له عليه، هو بيحترم ده وما يعملهوش احتراما وحبا ليكي. شخص بيحترم حدودك وبيقدرها. يعني مثلا لو الشخص اللي معاكي ده بيحب مثلا ان هو يهزر معاكي بايده مثلا، وانتي ما بتحبيش كده وقلتي كذا مرة انا مش بحب طريقة الهزار دي، يحترم ده جدا ويقدره وما يعملهوش علشان انتي مش بتحبي الطريقة دي. الشخص اللي معاكي ما بيكسرش الحدود اللي انتي حطاها لنفسك، لانه خلي بالك لو كسر الحدود اللي انتي يعني ممكن تبان تافهة لبعض الناس، فهو ممكن بقى هيكسر اي حدود تانية عادي. فانتي من حقك في اي علاقة ان انتي تحطي ليميت، حدود. من حقك ان انتي ترفضي الحاجة اللي انتي مش حباها، من حقك ان انتي لما تقولي على حاجة لا، الشخص اللي معاكي يحترم الحاجة دي وما يعملهاش احتراما ليكي وحبا ليكي. ومهم جدا خلي بالك ان انتي تعرفي تقولي لا، لان في ناس ما بتعرفش اصلا ان هي تقول لا، بيعملوا اي حاجة علشان يرضوا اللي قدامهم وبس. لو اللي قدامي قال لي اعملي اي حاجة وانا مش عايزة اعملها، هعملها علشان خاطر بس الشخص اللي معايا يبقى مبسوط. ما ينفعش انك تقولي حاضر لاي حد لمجرد بس انك عايزة تبسطيه، حتى لو ده على حساب نفسك ما ينفعش. لازم تتعلمي تقولي لا علشان تعرفي تحطي حدود لنفسك. وحاجة كمان علشان تعرفي تحطي حدود في اي علاقة، ان انت بتتكلمي بتقولي بوضوح جدا انت عايزه ايه ومش عايزه ايه اللي بتحبيه وايه اللي مش بتحبيه، ايه اللي ممكن تقبليه وايه اللي لا يمكن انك تقبليه. تكوني كلير وواضحه جدا في الموضوع ده. انت في علاقتك بالشخص اللي معاكي لازم تتكلمي وتوضحي، حتى في الخلاف، في الخناقات بتقولي احنا بنتخانق كذا، بتوضحي انتوا هتتخانقوا ازاي. يعني مثلا لو انا ما بعرفش اتكلم مثلا في الخناق وانا متعصبه، وممكن يطلع مني كلام يعك الدنيا خالص ويجرح اللي قدامي وانا ابقى مش قصده ده، فانا بتكلم واوضح ان انا مش هتكلم وقت الخناق، لما اهدى هبقى اتكلم، ولازم اللي قدامي يتقبل ده. اقول ان لو حصل بينا خناقه هنعمل ايه علشان نتفادى ان الموضوع ده يكبر ويوسع مننا، عشان احنا مش عايزين نخسر بعض، فانا بوضح. فحتى في الخناق بتكلم واقول انا هتخانق ازاي، لازم نتكلم علشان نوصل لحل. تالت حاجه ان احنا نتكلم في المعتقدات بتاعتنا اللي احنا مقتنعين بيها جدا وعمرنا ما هنغيرها. يعني مثلا في الارتباط، لو شخص مثلا عايز يرتبط بواحدة ليها ستايل لبس معين، وهو اخد واحدة ستايل لبسها غير كده خالص، غير اللي هو عايزه خالص، جاء بقى بعد الجواز عايز يغير من ستايل لبسها وهي رفضت، حصل بقى خناقة، مشكلة كبيرة.
انفصلوا. ليه بقى كل ده؟ عشان ما اتكلموش من الاول، كل واحد ما وضحش معتقداته وتفكيره. فلازم جدا من الاول نكون واضحين، انا مش هعرف اتنازل عن كذا وكذا، لازم جدا اتكلم واقول احتياجاتي، انا محتاجة منك كذا وكذا، لازم اتكلم واقول الحاجات اللي انا برفضها، انا مش هقدر ابدا اعمل كذا وكذا، واحترم جدا رغبات الشخص اللي معايا. لازم اوضح ايه اللي عايزاه وايه اللي مش عايزاه، ما سيبش اللي قدامي كده يقعد يستنتج هو مع نفسه. ففي العلاقات الصحية الشخص اللي معاك هيسمح لك جدا انك تقول لا، ومش هيهاجمك، مش هيحسسك ان انت غلطان او يحسسك بالذنب، لا. فانت من الاول بقى خالص لما تيجي اصلا ان انت ترتبطي بشخص وتلاقيه رافض ان انت يبقى ليكي حدود وبيهاجمك، بصي اعرفي كده على طول ان الشخص ده مش هيحترمك بعدين ابدا. لان من ضمن احترام الشخص اللي قدامي ليا ان لما اقول على حاجة ان انا مش حباها يحترم ده ويقدر ده جدا. تالت صفة في العلاقة الصحية انك تحبي تقعدي مع الشخص ده، حتى لو انتي من النوع اللي هو بيحب يقعد مع نفسه، لا بتحبي قعدته. ساعتها على طول تعرفي انك في علاقة صحية وفي علاقة انتي مرتاحة فيها. القعدة كده مع الشخص ده بتبقى مريحة جدا بالنسبة لك ومش تقيلة على قلبك ابدا. النقطة اللي بعدها ان الشخص ده يكون بيزقك لقدام، بيشجعك دايما. يعني انتي ممكن مثلا تصاحبي واحدة في كليتك مثلا بترجعك لورا، بتخليكي مثلا ما تحضريش محاضرات بسببها، ما تذاكريش بسببها، بتأثر عليكي وعلى سلوكك دايما بالسلب. اعرفي على طول ان انت كده في علاقة توكسيك. العلاقة الصحية ان الشخص اللي معاكي دايما بيزقك لقدام وانك تبقي احسن دايما، وانه لما يلاقيكي مثلا بتكسلي او بتأجلي حاجة مهمة المفروض ان انت تعمليها، او مثلا جالك فرصة كويسة وانت مش عايزة تاخديها لأي سبب من الاسباب، الشخص اللي معاكي يشدك لقدام ودايما يبقى عايز يشوفك احسن نسخة من نفسك، بيخليكي دايما تشتغلي على نفسك وتطوري من نفسك، ما بيعطلكيش ابدا عن نجاحك، ما بيغيرش من نجاحك ابدا، ما بيحاولش ان هو يقلل منك ابدا. فمهم جدا الشخص اللي معاكي يشجعك دايما ويدعمك ويحفزك لأي خطوة هتخليكي احسن. النقطة اللي بعدها انك تكوني في علاقة قادرة فيها ان انتي تعتني بنفسك وتحافظي عليها. لما تحسي مثلا انك محتاجة مثلا تقعدي مع نفسك، الدنيا ضغط عليكي شوية، محتاجة تفصلي تبقي مع نفسك شوية، ما تحسيش بقى ان في حد ضغط عليكي ومحسسك انك لازم دايما تبقي معاه، لا، بيديكي مساحتك وما عندهوش مشكلة جدا، ومن غير خالص ما يحسسك بالذنب بيديكي مساحتك انك تهتمي بنفسك. وانت عايزة تلعبي رياضة بيشجعك مش بيحبطك، بيشجعك دايما تشتغلي على نفسك ذهنيا وجسديا وصحيا كل حاجة. النقطة اللي بعدها الثقة، لازم يكون في ثقة في العلاقة، وطول ما انت ما كسرت الثقة دي فانا واثقة فيك جدا. بس خلي بالك الثقة مع انك تاخدي حذرك، ما تبقاش ثقة عمياء، يعني انا بثق في اللي قدامي لحد ما اللي قدامي هو اللي يثبت لي بقى عكس كده. النقطة اللي بعدها وهي انك تكوني مع حد بيقربك لربنا، لان خلي بالك اي علاقة بتبعدك عن ربنا تأكدي 1,000,000% ان العلاقة دي عمر ما هيبقى فيها خير ابدا. مهم جدا ان الشخص اللي معايا يبقى هو بيساعدني ان انا اقرب لربنا، ويبقى هو كمان بيحاول يقرب لربنا، ما يبقاش كل واحد على ليفل مختلف تماما من الدين. النقطة اللي بعدها ان العلاقة لازم يبقى فيها احترام متبادل لآرائنا، يبقى الشخص اللي معاكي بيحترم رأيك، ما يبقاش رافض اي رأي تاني غير رأيه هو، ان دي كده هتبقى علاقة مش مريحة ابدا. لازم احنا الاتنين نكون بنحترم بعض، كمان لازم يبقى في احترام لهويتك وشخصيتك. يعني ايه؟ يعني احنا كل واحد فينا ليه شخصيته المختلفة، فانا بحترم شخصيتك المختلفة عني دي، وانا حياتي مش العلاقة دي وبس، لا، عشان في ناس بيبقى عندها فكرة التملك وحب السيطرة، بتبقى فاكرة ان المفروض ان انت بتاعتهم هم وبس، المفروض ان انت ما تعمليش اي حاجة في حياتك غيرهم. لو صاحبتك مثلا تبقى عايزاكي، المفروض ان انت ما تصاحبيش اي حد تاني غيرها، لا خالص، انت ليكي حياتك اللي الشخص ده
هو حاجة من ضمنها. انا لازم ابقى متقبلة جدا ان الشخص اللي معايا ده عنده صحابه، عنده هواياته، عنده حياته اللي هي بره عني خالص. انا جزء من حياته، انا مش كل حياته. النقطة اللي بعدها وهي التواصل. اي علاقة صحية لازم يبقى فيه حوار متبادل، حوار رايح جاي كده، تمام؟ انكم تتكلموا، لازم يبقى فيه حوار. سواء انا زعلانة بتكلم، انا فرحانة بتكلم، احنا الاتنين احنا عارفين احنا بنتواصل ازاي وبنتكلم ازاي. ما ينفعش لما يحصل اي خلاف نبعد وما نتكلمش ونتجاهل وما نردش على بعض ونمارس على بعض الصمت العقابي والحاجات دي. النقطة اللي بعدها والأخيرة، عشان أنا حاسة أنا طولت قوي في الفيديو ده ولكيت كتير، اعذروني، إن أنا أبقى قادرة مع الشخص اللي معايا أعبر عن مشاعري، والشخص اللي قدامي يكون بيقبل المشاعر، مش بيهرب من المشاعر، مش بيتجاهل المشاعر، شخص مش بيخاف من المشاعر، ما عندوش فوبيا. لان في ناس بتبقى يعني اول ما تحس كده ان في مشاعر جايه عليها بتطلع تجري على طول. فلازم جدا في العلاقه الصحيه ان انا اكون بقدر اعبر عن مشاعري واقدر برضه استقبلها من الشخص اللي قدامي. يبقى في كده كلام بينا، مش كلام سطحي، عملت ايه، ازيك، رحت فين، جيت منين، لا لا لا, لا مش كل الكلام ده. يبقى فيه كلام ديب قوي وعميق قوي، ما يكونش الكلام معاه اللي هو الكلام اللي انا بتكلمه مع اي حد، لا، في بقى كلام عن مشاعري، كلام مواضيع شخصية، مواضيع حساسة، مواضيع انا بتكلمش فيها مع اي حد خالص غيره. فاحنا لما بنبقى في علاقة صحية بنبقى قادرين نتكلم في الحاجات دي. لو انت مش قادرة تتكلمي اعرفي ان انت على طول في علاقة توكسيك. بنبقى قادرين جدا نتكلم عن مشاعرنا، بنبقى مرتاحين قوي واحنا بنتكلم، مش بنبقى خايفين، مش بنبقى قلقانين خالص. فبس كده، يا رب اكون قلت لكم كم حاجة كده تعرفوا هل انتوا في علاقة صحية ولا انتوا في علاقة توكسيك ومفروض انتوا تجروا على طول. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، ويا رب ما اكونش لغيت كتير قوي وطولت عليكم قوي. اشوفكم باذن الله. ادعوا لي، بس ادعوا لي، عشان الايام دي مش عارفه اصور خالص، مش عارفه في ايه، بس ادعوا لي ان شاء الله باذن الله اصور لكم. وفي ناس بعتت لي اسئله كتيره برضو، انا بعتذر جدا، بس ان شاء الله الفتره القادمه هحاول باذن الله ان انا اجاوب على كل الاسئله اللي سالتوها لي واعمل لكم فيديوز عليها. وبس كده، متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب في القناه، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. باي باي.